لهذه المبادئ. فقط قالها الاستاذ العزيز الاستاذ الغالي مساله عدم المساعده في الحصول على المعلومه، وهذه كانت يعني هو الفاكتور ديكلونشون باش غادي نبدا المداخله. يقول الروائي الحناني الروائي السوري رحمه الله انه حين تصير الاشياء في الضوء تستنير باشعه الشمس فتطهر، اما عندما تظل في العتمه فانها تتعفن وتنبعث منها رائحه كريهه. هذه المقوله يعني افتتح بها مداخلتي للتدليل على اهميه الشفافيه بصفه عامه والشفافيه الماليه بصفه خاصه. ما هي العلاقه ايضا بين هذا المبدا الدستوري كما جاء في عنوان يعني الندوه المبادئ الدستوريه ويعني الاكراهات الواقع، ويعني مساله يعني تاثيرها ايجابا او سلبا على التدبير المالي الترابي. هذا هو الاشكاليه اللي تحاول هذه الورقه المتواضعه ان يعني تطرح التساؤل حولها. عبر 4 مداخل سوف تكون هذه المداخله. المدخل الاول يتناول التاطير القانوني الدولي والوطني لهذه المبادئ فقط للتذكير، وانا اعرف انكم لن اضيع فيها وقتا كثيرا. بالنسبه لمبدا الحق في الحصول على المعلومه وايضا مبدا الشفافيه. ايضا المدخل الثاني سوف يتناول وهذا هو المهم بالنسبه لي نتائج دراسه ميدانيه قامت بها جمعيه طفره، وهي يعني جمعيه متخصصه في المجال، واعتبرها دراسه يعني حديثه اولا ويعني نوعيا من حيث منهجيه الاشتغال. المدخل الثالث هو بعض الملاحظات على القانون رقم 31 قانون التنظيم 31/13 المتعلق بالحصول على المعلومه، واخيرا بعض الخلاصات وليس توصيات، لان احنا المفروض يعني اساتذه باحثين لا نقدم توصيات يعني، ولكن فقط هي خلاصات وملاحظات يعني وليس توصيات لي يعني الندوات الرسميه و اساسا اصل المبدا في الحق الحصول على المعلومه هو اصل كل الحقوق. يعني لا يمكن لك ان تمارس حق الراي ولا حق التعبير ولا حق الا اذا كنت تتوفر على معلومات. لا حق حريه الصحافه ولا حق حريه ولا حتى المشاركه ولا الديمقراطيه التشاركيه بين قوسين ولا اي شيء اذا لم تكن معلومات. يعني هذا الحق هو حق اصيل واساسي جدا لممارسه باقي الحقوق التي نادت بها المواثيق الدوليه والمعاهدات منذ يعني الاعلان العالمي لحقوق الانسان ودوره الامم المتحده 46 ومن بعد الاعلانات المواثيق ديال الحقوق المدنيه والسياسيه 1966 وعلى الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه ايضا. ايضا هذا على الصعيد الدولي فقط التذكير. اظن فيما بعد ان شاء الله اذا نشرت اعمال هذه الندوه واتمنى ذلك سوف تجدون يعني كاع التفاصيل في هذا المسائل. فيما يتعلق بالمصادر الوطنيه لهذا الحق، هناك الفصل 27 من الدستور وواضح جدا، رغم أن الصياغه لم تكن موفقه اظن، لان يقول الفصل 27 انه من حق المواطنين والمواطنات، ولا اظن ان الدستور يخاطب المواطنين فقط، لان في الوطن هناك يعني من غير المواطنين، هناك المقيمين، هناك المستثمرين الاجانب، هناك يعني وبالتالي كان بامكان انه من حق الجمهور او من حق يعني اي عباره اخرى الا صفه الرابطه الجنسيه، يعني الرابطه الجنسيه لا ناسيوناليتي، وبالتالي الدستور لا يخاطب فقط لان حتى يتناقض حتى مع فصول ممارسه الاجانب لحق الانتخاب، وهذا ايضا من المستجدات اللي جابها. وبالتالي ومن حسن الحظ ان القانون التنظيمي تدارك هذا الامر في هذه المساله. ايضا هناك القوانين التنظيميه للجماعات الترابيه، خاصه يعني القانون التنظيمي 111/14 و 112/14 و 113/14 في الفصول 278 في القانون 113/14. ايضا هناك الميثاق المشترك للبوابات الالكترونيه المؤسساتيه، ثم القانون الجنائي تجد فيه ايضا ما يتعلق بمساله افشاء السر المهني وما يتعلق بحق الحصول، وقانون الوظيفه العموميه لسنه 1958. فقط هذه توطئه يعني للتأطير القانوني والدستوري لمساله
لن أضيع وقتا كثيرا في التحديد على أهمية الشفافية. كما افتتحت مداخلتي بالأهمية أن الشفافية لا تجد أحد يعني يختلف على ضرورتها وأهميتها بالنسبة للديمقراطية بصفة عامة وللتسيير والتدبير المالي والحكامة المالية التي ينادي بها الجميع. وبالتالي مسألة الشفافية أظن أنه فقط سأعطي بعض الأرقام أدخل مباشرة في الدراسة. أن هناك بالنسبة للوضعية الحالية للمغرب بالنسبة للمالية العامة، عاد غنجي للمالية الترابية لإشارات فقط بخصوص مؤشر الميزانية المفتوحة، وهو هذا المؤشر قامت به يعني Open Government Budget، يعني في مجموعة مينا ميدل إيست نورث أفريكا، يعني مجموعة شمال إفريقيا والخليج، وهي مجموعة يصنف فيها المغرب، يعني يصنف صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية كلها، باعتبار أنه أي اقتراح أو أي توصية تكون أو أي حتى ترتيب أو تصنيف يكون بناء على هذا المستوى بالنسبة للمغرب، على أساس أنه مستوى متقارب وفيه يعني دول لا بأس بها ودول متوسطة وأيضا دول في مستوى أقل. بالنسبة للتصنيف المغربي يحتل الرتبة 74 من أصل 102 دولة، يعني بالنسبة شمل هذا التقييم، وجاء خلف كل من الأردن وتونس ومتقدما على الجزائر ومصر، يعني لكم أن تلاحظوا 74 من أصل 102. أيضا حصل المغرب على معدل الشفافية 38 على 100، يعني التنقيط كيكون على 100 نقطة، المغرب عنده 38، وهو يعني أن الحكومة المغربية توفر للجمهور الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالميزانية. أما بخصوص مؤشر مشاركة الجمهور في عملية الميزانية فقد حصل على 2 على 100، 2 على 100، نقطتان على 100 نقطة، وهو الأمر الذي يعني أن الحكومة المغربية عاجزة عن توفير يعني فرص للجمهور للمشاركة في عملية الميزانية، يعني ما يسمى بالميزانية التشاركية، أو يعني الآن سنتحدث عن ميزانية المواطن، أو يعني المقاربة التشاركية في كاع مساطر الميزانية من الإعداد. من جانب قوة السلطة التشريعية حصل المغرب على 21 على 100، يعني حضور البرلمان نعلم جميعا أن سلطة البرلمان في الجانب المالي هي ضعيفة جدا. الدراسة التي أشرت إليها وهو المدخل الثاني بالنسبة للمؤشر الحد الأدنى من البيانات، مع أن المواثيق الدولية تحض على الحد الأقصى يعني المعطيات، خاصة المتعلقة، سوف أتناول منها الجانب المالي فقط. يعني وقد قامت هذه الجمعية بدراسة ميدانية في 2019 على حوالي 81 جماعة، كان المعيار هو أنه يكون الجماعات ما فوق 50,000 نسمة هي الساكنة، وتمت يعني الخلاصات يعني الأرقام التالية، يعني فيما يتعلق ب يعني هناك مؤشرات ميزانية السنة، يعني النشر يسمى، تعرفون أن القانون ديال الحق في الحصول على المعلومة أشار إلى طريقتين في إمكانية الحصول على المعطيات، أولا إما بطلب تقديم طلب، وهذا لا يعنينا لأنه ومسألة النشر الاستباقي للمعطيات، وهذا هو الذي يعنيني بالدرجة الأولى في هذه المداخلة. أولا أول ملاحظة ومن بعد غادي نجي هو ما يتعلق، نتحدث عن المعطيات أو المعلومات العمومية وليس المعلومات الشخصية، لأن هذا جانب آخر نحن فقط وكان على القانون أيضا أن يشير إلى هذه المسألة، أن يسمى الحق في الحصول على المعلومة العمومية وليس معلومة هكذا يحدد بالضبط، لأن المعلومة الشخصية لها قانون يحميها أيضا في حماية المعطيات الشخصية، وهذه مسألة يعرفها الجميع. ما يتعلق كما قلت بالمؤشرات ميزانية السنة، النشر الميزانية فقط، هناك سأمر لاختصار الوقت يعني النتائج. إشكالية أنه عندما أحصت هذه المعطيات وجدنا أنه فقط 37 جماعة من بين 81 جماعة هي التي تتوفر على موقع إلكتروني، على أساس أن القانون للحصول على المعلومة أشار على إمكانية النشر بجميع الوسائل المتوفرة خاصة الإلكترونية منها، وهذا يعني حسنة، يعني حسنة نعتبرها حسنة، لأنه ولكن هي الواقع أنه الآن العالم يترقمن يعني، وبالتالي هذه مسألة تحصيل حاصل، ولكن بالنسبة لنا
يعني نعتبرها نقطة إيجابية في أو نقطة من حسنات هذا القانون. قلت أنه هذه الدراسة خلصت إلى أنه 37 جماعة فقط هي التي تتوفر على موقع إلكتروني، أي نسبة 46%، و44 جماعة من بين 81 جماعة لا تتوفر عليه، أي نسبة 54%. وعندي الجماعات طبعا معروفين اللي درت عليهم الدراسة حتى تلقاو إن شاء الله منشورين في الورقة. قلت أنه الآن بالنسبة للجماعات التي يعني نشر المعطيات، من هي الجماعات وما هي النسبة المئوية التي 81% أو 14 جماعة على 81 هي التي تنشر ميزانية السنة الجارية، يعني بنسبة 27.28%. النسبة التي تنشر ميزانية الثلاث سنوات الماضية هي 32.14، يعني 10 جماعات من بين 81، وهذه فقط عينة. تعرفوا أنه هذه فقط عينة يعني في مجال الإحصاء تؤخذ كما قلت بناء على مرخى السكاني ديال فوق 50,000 نسمة. البرامج التوقعية للصفقات العمومية لا تنشرها إلا 10 جماعات من بين 81 جماعة، أي بنسبة 12.34%. تقييم المراقبة والافتحاص للسنة المنقضية لا تنشرها إلا 7 جماعات من بين 81 جماعة، أي بنسبة 8.64%. فلاحظوا إلى أي حد هذه الأرقام صادمة، يعني في مجال أن نتحدث عن الشفافية والديمقراطية التشاركية والمقاربة التشاركية كل هذه المصطلحات وكل هذا الزخم اللي جاء في الدستور في الحكامة وفي الشفافية، ولكن الواقع وأظن هذه إشكالية الندوة، أن الواقع كيعكس حاجة أخرى، يعني وهذا هو المؤسف. أيضا بالنسبة للإعانات والمنح التي تقدمها الجماعات للجمعيات، 7 جماعات هي التي تنشر هذه المعطيات على مواقعها الإلكترونية من بين 81 جماعة، أي بنسبة 8.64%. القوائم المحاسبية والمالية للسنة الماضية 1 جماعة اللي نشرها في 81. تقارير التقييم والمراقبة والافتحاص يعني لا جماعة، 0 جماعة لم تنشر أي جماعة من بين 81 جماعة اللي موضوع الدراسة أي تقرير يتعلق بالتقييم ويعني التدقيق والمراقبة. الخلاصات: يبدو أن 65% من المواطنين الذين يمثلون 11,651,446 نسمة اللي يعني في 81 جماعة، علما أن ال 81 يقتلها 17,869، وبالتالي 11 مليون منهم ليست لهم إمكانية للوصول إلى المعلومات المعطيات المالية. 98% لا يعرفون القوائم المحاسبية والمالية. 91.35% من المواطنين أو من القاطنين في هذه الجماعات لا تعلم شيئا عن المنح والجماعات والإعانات التي تقدمها الجماعات. إذن بعد مرور سنتين من تطبيق هذا النص، ونحن الآن تقريبا الذكرى الثانية، يعني جيت في مارس هذا كانت السنة الثانية من التطبيق ديالو، أنه بالنسبة للحق في الوصول للمعلومة الذي يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، فإنها لا تزال غير مفعلة من قبل الغالبية العظمى من الجماعات. إذن فقط في تذكير بعض الملاحظات المدخل الثالث، بعض الملاحظات على القانون. من العنوان أظن أنه كما قلت أن المشرع كان عليه أن يضيف مسألة حق في الحصول على المعطيات العمومية، هذه البداية. المسألة الثانية يتعلق بالحسنة، ولا نكون حتى نكون عدميين، أنه حتى هذا القانون اتبع منهجية من حيث الشكل، على الأقل في تحديد بعض المصطلحات مثل المعلومات الجماعية، يعني تحديد الهيئات المتعددة. أيضا ما يتعلق بالجماعات الترابية، أظن أنه أغفل مسألة المجموعات، حتى القانون التمويني ينص على الجماعات الترابية والمجموعات الجماعات الترابية، كان عليه أيضا أن يشير أن هذه المجموعات أيضا مطالبة بنشر المعطيات، وبالتالي في النص لا تجد لها أثارا في هذه المسألة. كما قلت مسألة المواطن والمواطنات هذه مسألة أيضا فيها نظر. مسألة المادة 7 من القانون التنظيمي ما يتعلق بالاستثناءات، فيها واحد العبارة ذكرتني بواحد الظاهر المشؤوم، ظاهر كل ما من شأنه، يعني ظاهر 35 أن الأساتذة والغالبية تعرف هذا الموضوع.
في الفقرة الثانية من تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر. هذه التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر عبارة يعني هلامية فضفاضة، لا يمكن من له الحق في تقدير هذه المسألة. يعني بالتالي هذه المسألة كما قلت لكم ذكرتني بظاهر كل ما من شأنه، وهو ظاهر يعني يعني له تاريخ أسود في هذه المسألة، مسألة الحريات والحقوق. في المادة العاشرة ما يتعلق في حدود الإمكان ينشر الحد الأقصى. هذا في حدود الإمكان أيضا ما معناه؟ إذا كان الأصل في الحق هو الحرية وليس التقييد، يعني هذه حدود الإمكان أظن أنها إذن سوف تخضع لقراءات وتأويلات لصاحب المعلومة، ويمكن لها أن يؤولها كيف شاء وبالقانون طبعا حسب المادة 10. أيضا مسألة تعيين أشخاص، مادة 12 يعين شخص أو أشخاص مكلفين بتقديم المعطيات. أشخاص تجربة الآن في الجامعات وحتى في الإدارات، أي شخص ليست على معايير الكفاءة، شوفوا الناس شكون ياخذ لنا هذيك القضية اللي جات عاد جديدة ديال الحق في الحصول على المعلومة، ليس بناء على كفاءة، لا على تكوين، لا على معايير. يعني أن الإدارة فقط من باب يعني وأنا أتذكر قولا لألان كليس أنه فقط لتجميل يعني الالتزام. في دقيقتين نصف دقيقة أو سوف أكون إن شاء الله أشكر هناك مجموعة من الملاحظات، والملاحظة الأهم هي ما يتعلق بمسألة العقوبات والجوانب التأديبية، وهو الفصل وهي الباب السادس، مسألة العقوبات ومسألة العلاقة بين إعطاء الحق في إعطاء الحصول في المعلومة، الحق في الحصول على المعلومة العمومية، ومسألة إفشاء السر المهني، والعقوبات الجنائية التي يمكن أن يتعرض لها إذا ما سقط في يعني المادة السابعة مسألة الاستثناء. هنا الشخص المكلف بتسليم هذه المعطيات سوف يكون بين نارين أو بين خيارين، وأظن أن الأخطر بالنسبة له هو العقوبات الجنائية والتأديبية حسب حتى قانون الوظيفة العمومي اللي كان يوقع فيها، وبالتالي فسوف يعزف عن التسليم خوفا من السقوط في مسألة إفشاء السر المهني. وبالتالي الخلاصة يعني أن كما قلت أن الأصل في الأشياء هو أو الحقوق هو الإطلاقية، ولكن أظن هذا القانون جاء مقيدا رغم أن اسمه الحق في الحصول على المعلومة، ولكن جاء مقيدا للمعلومة وليس باسطا لها. فقط في خلاصات أو في ملاحظات أو اقتراحات يمكن مساعدة الجماعات الترابية على إنشاء مواقع إلكترونية احترافية وفعالة. يعني هذه وزارة الداخلية خصها تقوم بهذه المسألة، تكون مديرية في هذه المسألة. مسألة بسيطة جدا، انجينيور د الانفورماتيك يمكن جماعات واحد النهار يهنوا من هذه المسألة، وهنا غنكونوا أو لا يتفقوا مع مكتب أو شركة في هذا المجال. مراجعة الثغرات الموجودة في القانون التنظيمي، مواكبة الجماعات وتكوين الأشخاص المكلفين، تحسيس المنتخبين رؤساء جامعة الأهيمنيات، تقديم ونشر المعطيات خاصة المالية وعلاقة بذلك بالشفافية، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجماعات، وتفعيل المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية. أختم مداخلتي يعني بقولة لكاتب أردني، يعني صدقوني، يقول إبراهيم يعني عفيفي كشت، صدقوني أن الشفافية ثقافة وقيمة أخلاقية ونمط تفكيري ومنهج وسلوك، قبل أن تكون تشريعا أو متطلبا تفرضه جهات رقابية أو تشجع عليه هيئات ومنظمات دولية أو تقيس مدى قصوره وغيابه مراكز أبحاث ودراسات، وقبل أن تكون أيضا شعارات تتغنى بها الشركات والأحزاب والحكومات. شكرا لكم. شكرا سيد